حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنتحدث فيه ضمن تغطيتنا الخاصة لدوري روشن للمحترفين، الدوري السعودي الأقوى عربيا. في الفيديو السابق كنت قد تحدثت معكم عن المباراة الأولى، مباراة الأخدود والفتح، والتي انتهت بفوز نادي الفتح ب3 أهداف مقابل هدف واحد. في هذا الفيديو سنتحدث عن الثلاث المباريات المتبقية. المباراة الأولى مباراة النصر والتعاون، انتهت بفوز نادي التعاون بهدفين دون مقابل. النصر تعرض للخسارة الثانية بعد أن تعرض للخسارة الأولى في المباراة السابقة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. في هذا الفيديو سنتحدث معكم بشكل مختصر عن هذه المباراة، وأيضا بقية المباريات، مباريات الشباب والوحدة ومباراة الاتفاق والحزم. أولا سنبدأ بمباراة النصر والتعاون. سنبدأ بالتشكيلة التي دخل بها الفريقين. أولا نادي النصر دخل بالتشكيلة التالية مثل ما هو ظاهر أمامكم بحضور الدوان، وهذه هي التشكيلة 4-2-3-1. أما نادي التعاون فقد دخل بالتشكيلة التالية أيضا مثل ما هو ظاهر أمامكم 4-4-2. الشوط الأول نسبة الاستحواذ بشوطي المباراة كانت للنصر بنسبة تتفاوت ما بين 60 و61%. أما نادي التعاون فقد كانت نسبة السيطرة أو نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 49 و48% بشوطي المباراة مثل ما هو ظاهر أمامكم. هذه هي نسبة الاستحواذ. الشوط الأول انتهى بتقدم نادي التعاون بهدف دون مقابل في الدقيقة 20، جاء عن طريق اللاعب تاومبا مثل ما هو ظاهر أمامكم. هذا هو الهدف. وبالرغم من المحاولات الهجومية لنادي النصر إلا أن النصر لم يتمكن من تسجيل أي هدف. الشوط الثاني دخل نادي النصر ونادي التعاون بنفس التشكيلة، واستمرت نسبة الاستحواذ أو نسبة السيطرة على الكرة على ما هي عليه في الشوط الأول. لم يحصل أي تغيير، من 60 إلى 61% لنادي النصر، و49 و50% لنادي التعاون. في الشوط الثاني بدأت المحاولات الهجومية لنادي النصر وكلها باءت بالفشل بعد أن كان الحكم قد احتسب ركلة جزاء لنادي النصر، ولكن بعد رجوعه إلى الفار ألقيت ركلة الجزاء حتى الدقيقة 94، الدقيقة الرابعة في الشوط الإضافي الثاني. مكن لاعب ساندي من تسجيل هدف التعادل للنصر السعودي، لكن الحكم احتسب هذا الهدف تسلل، وعاد التعاون وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 96. وهذا هو هدف التعاون الثاني الظاهر أمامكم في الشاشة. رجل المباراة فهو تايلسون بتقييم 8.7 مثل ما هو ظاهر أمامكم. إذن النصر يتعرض للخسارة الثانية على التوالي ويعود للمركز ال15. بالنسبة لنادي التعاون فقد تقدم إلى المركز الثاني أو الثالث تقريبا مثل ما هو ظاهر أمامكم، بانتظار، هذا هو الجدول، بانتظار مباريات يوم غدا، مباريات انتهاء الجولة الثانية يوم غدا إن شاء الله. سنوضح لكم التفاصيل كاملة. أما عن بقية المباريات فالشباب خسر من الوحدة بنتيجة 3-1. الاتفاق فاز على نادي الحزم بنتيجة 2-1. هذا كل ما كان لدينا في هذا الفيديو. بالتوفيق لجميع الأندية، وأشتي منكم قبل نهاية الفيديو تشاركوني آراءكم حول أداء نادي النصر في هذه البطولة بعد أن تعرض لخسارتين متتالية، في المباراة الأولى 2-1 وفي هذه المباراة 2-0. يعني خلال المباراتين لم يسجل النصر سوى هدف واحد، والآن في المركز رقم 15. هذا هو الجدول، جدول الترتيب بشكل مؤقت حتى بانتظار مباريات الغد إن شاء الله لتكتمل الصورة وتكون الصورة واضحة. الأهلي لا يزال في المقدمة في المركز الأول بفوزين متتاليين وبنتائج قوية 3-1 3-1. بالأخير إذا أعجبك المحتوى اشترك بالقناة وتابعنا ليصلك أحدث فيديوهاتنا، وتقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.